اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يا صباح الهنا، صباح السعاده، كل سنه وانتم بخير. اسرع اكله ممكن تعمليها هي دي. هجيب هنا شويه كرنب ايا كان الكميه اللي انت عايز تعمليها، وشويه كرنبيت او زهره الكرنبيت اقطعيهم صغير بالطريقه دي. هتحط عليهم الزيت او الماده الدهنيه اللي انت ترتاحي فيها. طب هتعملي ايه يا رشا؟ هنعمل شويه رز، اقسم بالله تحفه تحفه تحفه. ولا تقعدي تلفي محشي ولا تقعدي، بصي تحفة. دي خلطة محشي وعليها شوية صلصة بوريه محضراها هنا. هي كانت فايدة برضو من أكلة تانية كتير كده. كنت بعمل شوية حلوين وحطهم في التلاجة، بما ان احنا بنشتغل ودايما الست اللي بتشتغل او العاملة دايما لازم تحضر حاجتها كده. عندي هنا كزبرة ناشفة، وعندي ناعمة طبعا، وكمون ناعم برضو. طبعا علشان دي الغازات وكده والكرنب، فمحتاج لازم كمون، فلازم تحطي توابلك في كمون وكزبرة. هنحط بقى شوية صلصة اللي عندنا هنا، وهقلبهم وهسيبهم على ما انقي الرز وانضفه واغسله حوالي 10 دقايق كده ياخدوا مع بعض. انا مش هزود ميه ولا هزود اي حاجه، لان ده خضار و كله الياف، فهيسرد الميه اللي فيه اهو. انا ما زودتلوش اي ميه ولا اي حاجه. خد حوالي تقريبا كده 10 دقايق غلى كده زي ما انت شايفه معايا كده. انا طبعا زودت له معلقه صلصه، حسيته ان هو هيكون ابيض. انا عايزاه احمر عشان هعمل رز بالخلطه اللي انت شايفاها دي. نقيت الرز وغسلته وحضرته وظبطت الدنيا كده، وهناخده بقى من كده ونحطه عليه كده. اسهل اكله واطعم اكله ممكن تعمليها. بتتاكل مع ايه يا رشا بقى؟ بصي، لو هتعملي بطاطس بس، لو هتعملي جنبها بيض، لو هتعملي جنبها كبده، لو هتعملي جنبها لحمه، لو هتعملي جنبها اي حاجه، اقسم بالله طعمها تحفه. افضل اقولك ان هي طعمها تحفه من هنا السنه الجايه. بجد لازم تجربيها. طبعا يعني اللون ما كانش افضل حاجه، حطيت له كمان معلقتين كده من الصلصه البوريه. هي طبعا بتغلي اهيت. وفي الوقت ده انا بقى كان عندي شوربه بط بسخنها، كان قبلها بيوم في بط، فحطيتها في التلاجة. ما ترميش البط الشوربة، اي شوربة اي مرقة عندك ما ترميهاش، ظبطي ملحك. ما ترميش اي شوربة زي ما احنا اتفقنا، او اي مرقة. بتعملي منها الرز، بتعملي منها الخضار بتاعك، الاكلات اللي هتعملي محشي، اعملي بها كل حاجة. هقلبها كده. والشوربة طبعا آه، بتغلي، فهحطها على الرز على طول. تمام تمام. هظبط بقى الدنيا. حسيت ان هي زيادة شوية لان عنده خضار في الياف، وممكن ان هو يعجن مني، فيعني حشت نص طبق كده لان حسيت ان هو زيادة شوية. وهسيبه بقى مع بعض وكده ياخد ويدي بشكل ودي كده مع بعض. حاسه ان هو كتير الماء الشوربه، هحش شويه مش هتخسر يعني. هو غلت على طول اهي علشان احنا كنا غاليين الشوربه. ظبطت بقى كده. انا فصلت بقى لان بصور بايد وبقلب بايد وبطبخ بايد يعني. فكده خلاص هو استوى، وطفيت كمان عليه. وزي ما انت شايفين بقى الرز، والله والله طعم وريحة تحفة تحفة تحفة. افضل اقولك ان هو تحفة بجد وعسل. بسم الله ما شاء الله. هسيبه بقى واغطي عليه، ونعمل بقى شوية ايه تحبيشات جنبه كده. هنحمر بطاطس، هنعمل كبدة، خيار، السلطة بدل ما اعملها لوحدها حطيتها على الكبدة، ولادي بيحبوها كده. اللي طبق بيض جنبه، عايزاه مدحرج، عايزاه اومليت، اللي يعجبك. شفت الرز عامل ازاي؟ يا وعد على الجمال، اقسم بالله تحفة. عندي خرطة جبنة حطيت عليها شطة وزيت، عندي كرنبيت وجزر مخلل، وطبعا في طاسة على البوتاجاز لسه بتحمر، وطبق هنا. وكده اكلتنا النهاردة سهلة وبسيطة وسريعة، وممكن تعمليها ومش هتكلفك كتير. طبعا عملت لهم عصير ليمون، كسلت اطلع اي حاجة من الفريزر، فقلت ايه نقضيها ليمون. اشوفكم في فيديو جديد.
ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب، وقوليلي بتتابعيني منين. بحبكم كتير. دمتم في رعاية الله وحفظه. كل سنة وانتم بخير، واكلة سريعة ومش مكلفة كتير. سلام.